والله وإني لأقولها ولا أخشى في الله لومة لائم، وليقض الله أمرا كان مفعولا. أقسم بالله العلي العظيم أن أموت الآن دفاعا عن صحابة رسول الله، عن معاوية، عن هند، عن أبي سفيان، عن أصغر الصحابة، والله لهو شرف لي. اخضع لا يشيلك، لا تزن إلا عملك. أقسم بالله العظيم إنكم أشد خطرا على أهل الإسلام من الشيطان نفسه. أكبر من الكلمات، إحساس كثير خاص الآن، يمكن بعدين بيقدر يعبر. هلا مو قادرين نعبر، الواحد يعني الشيء اللي عم يشوف. ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مريم، ولعن الله متى تقومون وتنصرون أصحاب رسول الله؟ يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا. أستحلفكم بالله متى نغار على أصحاب رسول الله. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. هذا يصلح أن يكون يمثل دور عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من خيرة الصحابة. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا. متى تقومون وتنصرون أصحاب رسول الله؟ ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مريم، ولعن الله فكيف عندما يقوم هؤلاء العفن النتن بالتمثيل ويصورون أنفسهم مكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ليس بالإسلام ملكا أعدل في أمة محمد كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. سدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسالة في عجالة، وأخص بهذه الرسالة الشعب السوري، وأنا منكم، أنا ابن سوريا وابن مدينة حمص عاصمة الثورة السورية. نحن الذين انتفضنا على هذا النظام المجرم، وكان شعارنا في الثورة قائدنا إلى الأبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن أخاطب كل مسلم من أهل السنة والجماعة، كل مسلم، وخاصة العرب، فهم لب الإسلام وحاضنته، وأخص الخاصة إخواننا في سوريا وإخواننا في مصر أرض الكنانة. أستحلفكم بالله العظيم متى تثوروا على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفنانون والفنانات والممثلين والممثلات، أستحلفكم بالله متى نغار على أصحاب رسول الله. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. كلكم تشاهدون وقد شاهد كثير منكم هذا المسلسل الذي سموه بمسلسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. أنا لا أريد أن أتحدث عن الممثل وخلفيته والممثلين الذي معه، ولكن كلكم، لمن لا يعلم، المسلسل مليء بالأخطاء من الناحية الفقهية والتاريخية، مليء بالأخطاء والكذب. هذا أولا. ثانيا، أخاطبك أنت يا ابن سوريا يا ابن الشام، أيها الأحرار، أيها المسلمون. ثانيا، يصورون في المسلسل أن أم معاوية رضي الله عنها هند
التي أسلمت وبايعت النبي وحسن إسلامها، يعني حتى لا أحد يقول والله يعني هند هي التي قتلت حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كانت ممن خطط لقتل حمزة، ولكنها أسلمت وقبل النبي منها إسلامها وصارت من الصحابيات الكرام، حتى أنها شاركت المسلمين في غزوات ومعارك، شاركت المسلمين في فتح الشام. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب مع زوجها أبا سفيان رضي الله عنهم. فبالله عليكم أنا لا أريد أن أضع صورا ولا أريد أن أضع مقاطع فيديو، لأن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أعلى عندنا من هذا، فهم نجوم متلألئة في سمائنا. هند تصور في هذا المسلسل وهي يعني بدون غطاء رأس، بدون حجاب، ويظهر صدرها، ومن لم يشاهد فليشاهد. وكثير من الصحابيات يظهرونهم في المسلسل صدورهم عارية، شعورهم يعني كاشفين الرأس، بحجة أنه هذا يعني المشهد هو في البيت. أنتم أيها الممثلون أنتم لعنة الله عليكم، أقسم بالله العظيم إنكم أشد خطرا على أهل الإسلام من الشيطان نفسه. ففرح الرسول به، فخلع الرسول رداءه وثوبه وأعطاه معاوية هدية له. والله إنكم أشد خطر، والله وإني لأقولها ولا أخشى في الله لومة لائم، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. أقسم بالله العلي العظيم أن أموت الآن دفاعا عن صحابة رسول الله، عن معاوية، عن هند، عن أبي سفيان، عن أصغر الصحابة، والله لهو شرف لي. هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ألقى به ربي سبحانه وتعالى. يا عم باللهجة السورية اللي إلعوا حلوا عننا، نحن ما لنا بحاجة انتوا تجوا تمثلوا، لسنا بحاجة مسلسلاتكم حتى نتعلم من هم صحابة رسول الله. الحمد لله الأمة ولادة، لدينا الكثير من العلماء، لدينا أهل العلم، لدينا أهل التخصص، لدينا المشايخ ندرس على يديهم، نسمع سير الصحابة منهم. لسنا بحاجة مسلسلاتكم، لسنا بحاجة هذه المسلسلات التي تقوم بتشويه أصحاب النبي فيها. يصور هذا الرجل الذي يقوم بدور معاوية، يعني الآن يظهر بدور معاوية رضي الله تعالى عنه. انظر له في مسلسل آخر يظهر بدور العاشق ويقبل امرأة وينام معها شبه عارية في فراش. وأيضا حال النساء الممثلات كحاله. وأيضا وأستحلفكم بالله هذه رسالة إلى كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى تقومون وتنصرون أصحاب رسول الله؟ متى تضمون صوتكم إلى صوتي؟ وليخرج أهل الإسلام في كل مكان، وأكرر وخاصة المسلمون العرب، فهم لب الإسلام وقلب الإسلام وحاضنة الإسلام. فلنخرج ونطالب في كل المناطق العربية. لا نريد مسلسلات في رمضان، لا للصحابة، للتاريخ الإسلامي، ولا لأي شيء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. رمضان شهر قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر القرآن، ليس شهر المسلسلات. اتقوا الله، اتقوا الله. بالله عليكم، بالله عليكم، آخر سؤال أسأله لكم إلى كل مسلم حر، كل مسلم حر. إذا أتى فلان من هؤلاء الممثلين وفلانة من هؤلاء الممثلات وقام الرجل بتمثيل دور أبيك، أنت تخيل نفسك أيها المسلم، هذا قام يمثل دور أبوك، وتلك يعني
التي أقل ما أصفها التي لا تملك لا حياء ولا عفة ولا كرامة، وقامت تمثل دور أمك أنت وأبوك، أمي وأبي أنا. ألا تغار؟ أقسم بالله العظيم ستغار وستنتفض وتقول أمي لم تكن كذلك، أمي ما فعلت ذلك، أبي لم يفعل ذلك. هذا في حال أمي وأمك، أبي وأبيك، فكيف عندما يقوم هؤلاء العفن النتن بالتمثيل ويصورون أنفسهم مكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ليس بالإسلام ملكا أعدل في أمة محمد كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. مكان الصحابة، هؤلاء صحابة رسول الله، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألا تغاروا؟ أوقفوا هذه المسلسلات في رمضان، لا تاريخية ولا غيرها، لا نريد الآن. والله يعني افعلوا موسم لكم يا أخي بدكم تسترجعوا فنانين بين قوسين. انتوا ما فنانين، انتوا كانوا يسموكم بالأصل، بذكر أنا تقريبا هيك من 50 سنة ورا كانوا يسموكم مشخصاتي. وكان المشخصاتي أنا بس هذا الحكي سمعانه من والدي رحمه الله ومن أهلنا من الكبارية عنا. كان المشخصاتي يعني كانت هي كما سبي، يقول لك فلان شو عم يعمل؟ والله راح يشتغل مشخصاتي. يقولوا أعوذ بالله، مشخصاتي لما جاب العار لأهله. وفعلا أنتم هيك. من أنت مين حتى تيجي تاخذ دور معاوية؟ وأنت من حتى تطلع على التلفزيون وانت واخذ دور هند وانت اخذ دور ابو سفيان؟ وهذا التافه اللي شفت له مشاهد، هذا التافه المنافق الملعون، هذا تبع باب الحاره معتز، ما بعرف شو اسمه، هذا الحقير، هذا اخذ دور عمرو بن العاص، وبمسلسل اخر يقبل النساء. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا. وقولوا بصوص على التيك توك، انظر روح شوف بصوصه على التيك توك. هذا يصلح أن يكون يمثل دور عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من خيرة الصحابة. يقوم هذا التافه بدور عمرو بن العاص. متى تغار يا مسلم؟ متى تصعو؟ إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. أمير المؤمنين فدتك نفسي، وخال المؤمنين لك السلام. صحبت محمدا وكتبت عنه، وأنت بكل مكرمة إمام. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.